السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر عاجل ومؤسف الآن، عثر على الناشط السوري عمر العزي الذي اشتهر بلقب أبو خطاب مقتولا في منزله في ولاية غازي عنتاب التركية. وإليكم تفاصيل الخبر، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. عمر كان من أبرز نشطاء الثورة السورية، حيث كان له دور مهم في دعم الثوار والمدنيين في مدينة حمص، وبالتحديد في حي الوعر المحاصر منذ بداية الثورة السلمية. كان العزي من المدافعين عن حقوق الإنسان والمساواة، ومن الذين شكلوا جسرا بين العمل المدني والإغاثي والمشاركة في الجبهات القتالية، على الرغم من تهجيره قسريا إلى تركيا بسبب الحرب في سوريا. واصل العزي نشاطه في دعم قضايا السوريين وحقوقهم، بما في ذلك العمل من أجل تحسين أوضاع السوريين ومناصرة المظلومين، كما استكمل دراسته الجامعية في تركيا. لكن نشاطه السياسي والاجتماعي لم يتوقف. الظروف المحيطة بقتله لا تزال غامضة، حيث تواصل السلطات التركية التحقيق في ملابسات الحادث، وقد خلفت هذه الواقعة صدمة كبيرة في الأوساط السورية، خاصة في المجتمع الناشط الذي كان يقدره لدوره البارز في الدفاع عن قضاياهم. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.